MDJS, faire gagner le sport. اهلا بكم متتبعي موقعنا موقع لو ماتان سبور في حلقه جديده من برنامجكم غيداك سبور. والبدايه غتكون مع ابرز العناوين. رساله شديده اللهجه من منخرطي فريق الوداد لسعيد الناصري. دوس غالاس الجديد يجمد انشطته. مدرب فريق الوداد: لا يهمني الموندياليتو. الرجاء عينه على الانتصار، واتحاد طنجة يسعى للخروج بأقل الأضرار. البايرن ميونخ يعلن استمرار غياب مزراوي بسبب كورونا. ومدرب أجاكس: زياش ليس من أولوياتنا. والآن إلى التفاصيل. أهلا بكم. أصدر منخرطو فريق الوداد الرياضي اليوم الجمعة بلاغ كحمل من خلاله رئيس المكتب المديري سعيد الناصري الوضع الكارثي اللي كتعيشه جميع الفروع. وأوضح بلاغ منخرطي نادي الوداد أن هيئة المنخرطين قامت بتقييم الوضع الحالي للنادي والعشوائية التي تتخبط فيها جل الفروع. هذا الوضع الكارثي لا يتحمل وزره إلا السيد الرئيس بقراراته الأحادية والغريبة التي تقسم مكونات النادي من حقهم الطبيعي والديمقراطي في اتخاذ قرارات صائبة وعقلانية. أعلنت مجموعة دوس غالاس المساندة لنادي الدفاع الحسني الجديد عن تجميع نشاطها داخل وخارج الميدان لفترة محدودة، حيث غادي يتم تشخيص وضعية المجموعة من كل جوانبها. وأوضحت دوس غالاس عبر ذات البيان: سيتم جلب الأخطاء التي كانت تقع وبسببها فقدت المجموعة جزءا من توازنها. ويذكر أن الدفاع الحسني الجديد كيواجه في هذا الأثناء أولمبيك خريبكا برسم الجولة 11 من البطولة الوطنية. أكد المهدي النفطي مدرب فريق الوداد الرياضي عدم انشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية، مشددا على تركيزه الشديد في مباريات البطولة الوطنية، وذلك بعد خسارة الوداد الثانية على التوالي أمام شباب المحمدية ب2-1. وقال النفطي: رغم الخسارة لكنني خرجت مرتاحا لأداء لاعبي الوداد بعد ما علينا من النقص العددي بعد طرد جلال الداودي. وأكد النفطي: مباريات البطولة هي الرهان الحالي للفريق وليس مونديال الأندية. نعمل على المستوى الذهني للتخلص من مخلفات الهزيمة أمام شباب المحمدي. غادي يكون فريق الرجاء مطالب بضرورة تحقيق الانتصار في هذه المواجهة اللي غادي تجمعه مع اتحاد طنجة من أجل العودة إلى سكة الانتصارات وتحقيق أول فوز بعد فترة التوقف. وكتعتبر هذا المواجهة فرصة سانحة للخضر من أجل تحقيق الانتصار الرابع هذا الموسم وتوقيف سلسلة التعادلات التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل تواضع المنافس الذي يقبع في أسفل الترتيب. ومن جهته غادي يكون فريق اتحاد طنجة في امتحان صعب عندما يواجه الرجاء على أرضية ملعب مركب محمد الخامس، إذ تبدو حظوظ فارس البغاز ضئيلة في تحقيق نتيجة إيجابية في قلب البيضاء. وكيسعى الفريق الطنجاوي للخروج بأقل الأضرار في مباراته أمام الرجاء وتفادي الهزيمة التاسعة هذا الموسم. إلى أخبار محترفين المغاربة. أعلن بايرن ميونخ الألماني اليوم الجمعة عن غياب لاعب المغربي نصير مزراوي عن المعسكر التدريبي الذي سيخوضه الفريق بالعاصمة القطرية الدوحة بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا خلال مشاركته رفقة أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم قطر 2022. وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية أن مزراوي قد يغيب عن الفريق لمدة 6 أسابيع. ومن جهته قال طبيب النادي البافاري رونالد شميدت أن مزراوي يعاني من التهاب التأمور، تورم وتهيج في الغشاء الرقيق الشبيه بالجيب المحيط بالقلب، وأنه سيواصل العلاج في ميونخ من أجل العودة سريعا. دائما مع أخبار محترفين المغاربة، إذ أكد مدرب أجاكس أمستردام ألفريد شرودر عدم وجود إمكانية للتعاقد مع اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مشيرا إلى رغبة ناديه في الاكتفاء بالأسماء المتوفرة لديه حاليا. وقال شرودر في ندوة صحفية: لا أعتقد أن زياش سيأتي في يناير، لدينا خيارات كافية في خط الهجوم. وأضاف موضحا: زياش له سعر أيضا وليس من أولوياتنا. ثم اختتم حديثه قائلا ومنوها بإمكانيات اللاعب المغربي: الجميع يعرف أن حكيم لاعب رائع. وبهكذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية أخبارنا اليوم. إلى اللقاء. MDJS, faire gagner le sport.